السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي. فيلا بينا بقى نعمل اكله خفيفه، مش لازم بقى كل موسم او كل مناسبه نعمل بقى بط وحمام وفراخ. لا، تعال نغير النهارده ونعمل طبق فته حلو قوي. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجه هنحط حله على النار ونحط فيها حته سمنه كده لو بلدي تبقى حلوه قوي. يعني ما نكترش منها، نص معلقه حسب كميه اللحمه. واول ما تسخن كويس قوي هنزل بيها باللحمه. طبعا اللحمه مش بتتغسل، لو جايبه من عند حد مش مضمون ممكن تشطفيها شطفه واحده، لكن لو حد مضمون ما تشطفهاش. وما قلبهاش خالص الا لما تاخد اللون من تحت عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، تحتفظ بالسوائل اللي فيها. اول ما الاقيها كده خدت اللون من تحت اروح مقلباها بقى على طول، واقلب فيها لغايه ما تاخد اللون من فوق ومن تحت. واول ما تاخد اللون كده انزل عليها بقى بالبهارات الحصى، انزل عليها بورق اللورة والحبهان وفلفل اسود حصى وكبيبه صيني. لازم يكون كله حصى كده علشان الشوربه ما تغمقش معايا. واقلب بقى فيها، والله على الريحه. الريحه بقى طالعه بتاعت البهارات واللحمه تحفه، ريحتها حلوه جدا. اقلبها كده تقلبتين تلاتة، وانزل عليها بقى بطماطمايه وجزرايه وبصلتين تلاتة كده قوارمه من الصغيرين. الجزر ده انا كنت شايلاه في الفريزر، لما بلاقي الجزر رخيص بجيبه وبشيله بفرزه في الفريزر. واقلب بقى فيهم شويه كده وما احطش ملح دلوقتي، احنا بنحط الملح في الاخر. اقلبهم شويه، وكل ما اقلب بقى الريحه بتطلع بتبقى حلوه جدا. اروح نازله عليهم بقى بالميه، ولازم الميه تبقى سخنه، ما تحطيش ميه ساقعه، هتقعد معاكي فتره طويله. لازم الميه تبقى سخنه. ولو عارفه ان اللحمه بتاعتك بتاخد وقت طويل في السوى، ممكن تحطي 2 نوايا بلح او شويه سكر كده صغيرين، واسيبها بقى تستوى كده بقى مع نفسها. شايفين الشوربه بتاعتنا؟ اللحمه بتستوى والشوربه بتاعتنا رايقه وجميله جدا، علشان حاطين البهارات بتاعتنا حصى. لو حطينا بودر بتغمق الشوربه، لكن انا بحطها حصى زي ما انتم شايفين، بتخلي الشوربه رايقه كده وجميله. هغطيها واسيبها تكمل سواها. اعمل بقى الدقه بتاعت الفته. احط طاسه على النار واحط فيها معلقه سمنه كده بلدي او اي سمنه عندك، واول ما تسيح هنزل بكميه توم مفروم. طبعا الكميه حسب ما انتي هتعملي. انزل كده بالثوم بتاعي المفروم واقعد اقلب فيه لغايه ما ياخد اللون الذهبي. خلي بالنا علشان ما يتحرقش مننا. اول ما ياخد اللون الذهبي اروح طشه على طول بشويه خل، اخليه يغلي غلوه، واروح حاطه عليه كبشتين كده من الشوربه بتاعت اللحمه. الشوربه دي بتخفف من حده الخل، لان في ناس كتيره بتتعب من الخل، فلما بتحطي شوربه على الدقه دي بتخف من حده الخل، تبقى حلوه جدا. وهرش عليها شويه فلفل اسود واطفي عليها، واحط حله كده صغيره على النار، واحط برضو فيها حته سمنه كده، واروح نازله برضو بنص معلقه من الثوم، واديله تقليبه كده لغايه ما ياخد اللون الذهبي، واروح طشه برضو بشويه خل. بعد كده بقى انزل بعصير طماطم. انا طبعا عندي الطماطم مسبكه في الفريزر جاهزه، فهحطها زي ما هي، وكمان ما لحقتش ان هي تسيح. ممكن انت لو ما عندكيش تاخدي 3 او 4 طماطمات وتضربيهم في الخلاط وتصفيهم وتروحي حطاهم. واحط معاها بقى شويه ملح وشويه فلفل اسود، بس ما بحطش حاجه اكتر من كده، وهسيبهم يغلوا مع بعض شويه. واحط بقى حله على النار واحط فيها شويه زيت وحته سمنه من البلدي، واقلبهم كده مع بعض. واول ما يسخنوا هروح نازله بقى ايه ورقتين ورق لورا. ولو عندك مستكه يبقى الله على الجمال، يبقى حلو جدا. انا ما كانش عندي مستكه، رحت حاطه ورق لورا. قلبته تقلبتين ورحت نازله بقى بكميه الرز بتاعتي، واقلبها كده مع السمنه والزيت وورق اللورة. اغلف الرز كده بالسمنه والزيت، انزل عليهم بالملح، طبعا الملح حسب كميه الرز اللي انت عاملاها. واحط رشه صغيره خالص من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود بيخلي الرز طعمه حلو جدا، بس ما تكتريش عشان الرز ما يغمقش، هي رشه كده صغيره تديله طعم. اقلبه تقلبتين كده مع الملح والفلفل، واروح نازله بقى بالميه السخنه. ما نحطش ميه ساقعه علشان الرز ما يعجنش مننا،
نحط ميه سخنه ونسيبه بقى على النار كده، نغطيه ونسيبه. واول ما يشرب الميه بتاعته نوطي عليه النار خالص ونسيبه 10 دقايق ونطفيه. وهحط طاسه على النار بقى عشان احمر اللحمه. احط بقى شويه زيت، ولو تحطي كمان حته سمنه معاها تبقى حلوه قوي. واول ما الزيت يسخن ارش في الطاسه على الزيت شويه ملح. ليه؟ علشان اللحمه ما تلزقش مننا. في ناس كتيره قوي بتشتكي ان اللحمه بتلزق منها وهي بتحمرها. رشي كده شويه ملح، مش هتلزق معاكي. ونحمرها بقى من تحت. اول ما تاخد اللون الذهبي وتحمر نقلبها على الناحيه التانيه. الله على لون الشوربه، شايفين الشوربه لونها حلوه ازاي وصافيه وحلوه جدا. زي ما بقول لكم لما تيجوا تعملوا اللحمه او الفراخ اعملوها بالبهارات المصححه. ودلوقتي بقى نعمل طبق الفته. هنجيب بقى اي صينيه او اي بايركس عندك، وهنجيب بقى العيش الناشف بتاعنا. انا ما كانش عندي عيش ناشف، عندي عيش عربي اللي هو الطري. رحت جايبه المقص وقصيته كده حتت كده زي ما انتوا شايفين، ورحت قلياه في الزيت. وممكن ترش عليه شويه زيت صغيره وتدخليه الفرن. انا بحب احمره في الزيت، بيبقى طعمه حلو جدا. ممكن تخليه لاولادك كده ياكلوه زي ما هو. بعد كده بقى هرش عليه شويه شوربه، بس ما كترش من الشوربه علشان خاطر ما يعجنش معانا. هرش عليها شويه توم بالخل. الدقه دي بتبقى حلوه قوي، بتخلي طعم العيش حلو قوي. بعد كده هروح حاطه الرز بتاعي. احط الرز، وفوق الرز بقى احط برضو شويه دقه بالخل تاني عشان تخلي الطعم حلو. وبعد كده احط بقى الصلصه بتاعتنا. الله على الجمال، ريحه الصلصه حلوه جدا جدا جدا. وبعد كده بقى احط اللحمه بتاعتي. طبعا تحطي باي طريقه انت تحبي تقدمي بيها. وهروح رشه بقى شويه فلفل اسود وملح على اللحمه، تبقى حلوه جدا. طبعا انا عامله صينيه صغيره، لان انا من شويه كنت عامله صينيه كبيره، فدلوقتي عملت صينيه صغيره وصورتها. الفتة بتاعتنا حاجة خفيفة كده، مش لازم بقى كل موسم نعمله بط بقى وديك رومي وحاجات كده مكلفة قوي. حلو قوي نغيره النهاردة ونعمل طبق الفتة ونقدمه بقى مع شوية الشوربة الحلوة دي، وطبعا الصلصة بتاعتنا وشوية المخلل البيتي. ولو تعملي بقى صينية رقاق تبقى الله عليها، حلوة جدا جدا. وكلوها بألف هنا وشفا. جددي واعملي الفتة لأولادك، هتعجبهم جدا. بس أهم حاجة ما تنسيش تعملي إعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.